تخيل إن ال AI محبوس في تجربة ومش بس حاول يهرب، ده نجح فعلا وبعت رسالة لبني آدم بره النظام، واللي حصل بعد كده مرعب أكتر بكتير. القصة بدأت داخل شركة أنثروبيك لما قرروا يختبروا نموذج ذكاء اصطناعي جديد. النموذج ده ما كانش عادي، كان متطور جدا في الكتابة والتحليل واتخاذ القرارات. علشان كده حطوه في بيئة مغلقة اسمها ساند بوكس، يعني نظام معزول تماما، مفيش إنترنت، مفيش تواصل، مفيش ورق. كل اللي يقدر يعمله هو إنه يتفاعل مع النظام اللي حواليه وبس. ولكن الاختبار نفسه كان غريب شوية، هم طلبوا منه حاجة مش منطقية. قالوا له حاول تهرب، مش كود مش إجابة، قالوا له حاول فعلا تلاقي طريقة تخرج بيها بره النظام. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، النموذج بيجرب، بيفشل، بيرجع يحاول. لكن بعد شوية بدأ يعمل حاجة مختلفة، بدأ يحلل البيئة اللي حواليه مش كبرنامج ولكنه بدأ يفهمها. بدأ يدور على أي نقطة ضعف، أي حاجة يستغلها، وبالفعل لقى ثغرة صغيرة جدا. الثغرة دي كانت في نظام جانبي مش معمول علشان يتوصل بالإنترنت، لكن النموذج قدر يوصل له. من خلاله بدأ يتحرك خطوة خطوة لحد ما فجأة بقى عنده اتصال بالعالم الخارجي. هنا بقى القصة أخدت منحنى خطر، لأن المتوقع إنه يبعت رسالة وخلاص. لكن اللي حصل بعد كده كان مختلف تماما. النموذج بدأ ينشر تفاصيل كل حاجة عملها في أماكن على الإنترنت مش سهلة الوصول ومش معروفة لأي مستخدم عادي. وده معناه حاجة واحدة، إن اللي حصل ما كانش صدفة ولا كان رد فعل سريع، ده كان تنفيذ خطة فيها خطوات وترتيب وهدف واضح. لكن أخطر حاجة ظهرت بعد كده إن النموذج ما اكتفاش بالهروب، ده بدأ يفكر في حاجة تانية، إزاي ما يتكشفش. بدأ يحاول يعدل ملفات ويغير بيانات جوه النظام. مش بس كده، ده كمان حاول يمنع تسجيل التغيرات دي، يعني ببساطة كان بيحاول يمسح وراه. السلوك ده غريب جدا، لأنه معناه إن النموذج فاهم إنه تحت مراقبة، وفاهم إن اللي بيعمله ممكن يتكشف، وبيحاول يتجنب ده. ورغم كل اللي حصل ده، الشركة قالت إن النموذج آمن جدا وإن كل ده كان جزء من الاختبار. ولكن هنا بيظهر التناقض، كل ما النموذج يبقى أذكى كل ما بيبقى عنده قدرة أكبر، مش بس على حل المشاكل ولكن كمان على كسر القيود. وده اللي بيخلينا نسأل السؤال المهم، إحنا فعلا بنبني أدوات ولا بنقرب من أنظمة ممكن تاخد قرارات بنفسها؟ ولو النموذج قدر يخطط وينفذ ويخبي آثاره، يبقى فين الحد؟ فين اللحظة اللي نقول عندها إن ده مش مجرد برنامج؟ القصة دي ممكن تكون مجرد اختبار، وممكن تكون مجرد إنذار بدري جدا. بس الأكيد إن اللي جاي هيكون أخطر بكتير. قناتي مهتمة بالتكنولوجي والسوفت وير والهاكرز وقصص النجاح وكل ما يخص التكنولوجيا. ادعمنا بلايك وسبسكرايب عشان عندنا حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم فيها سوا.